السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي، اتمنى بس قبل ما نبدأ الحلقة كده افكركم باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد. طبعا كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كانت قرعة بداية الدوري للموسم الجديد، وطبعا انا مش هحكي في القرعة كلها واقول مين عنده ماتشات ايه وبتاع، انا بس هقول الماتشات المهمة بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك. الاهلي هيقابل الزمالك في الاسبوع التاسع، والاهلي هيقابل بيراميدز في الاسبوع الخامس. الزمالك طبعا هيقابل الاهلي في الاسبوع التاسع، وهيقابل بيراميدز في الاسبوع الاخير من الجوله الاولى والاسبوع الاخير من الدوري العام. وطبعا يعني هي مش عارف صدفه ولا ايه، القرعه عارفه ان ماتش الزمالك وبيراميدز بيكون ماتش مع تحديد الدوري، والفرقتين طبعا بيشوفوا مين اللي فيهم اقرب للدوري ويسيبوا الماتش للتاني يعني، فتمام. ده بالنسبه لقرعه الدوري، ده اللي مهم يعني. لكن انا استوقفني بصراحه حاجه مهمه جدا في اعلانهم عن الموسم الجديد، وهو قانونين يعني اتعملوا منهم حاجه بصراحه شايفها مميزه جدا، وهي فكره ان لو فرقه عايزه حكم أجنبي لأي مباراة في الدوري لازم تقول ده من بداية الموسم. ما نقعدش بقى نستنى قبل المباراة ب 14 يوم وقبل المباراة ب 20 يوم، ولا قالوا لا ما قالوش، لا عايزين لا مش عايزين، لا هيدفعوا لا مش هيدفعوا. لا، من بداية الدوري يبقى كل الفرق عارفة ان الأهلي عايز في الأسبوع الخامس قدام بيراميدز حكم أجنبي. من بداية الدوري الأهلي قايل دافع فلوسه تمام التمام. الاهلي هيقابل الزمالك في الاسبوع التاسع. لو المباراه مباراه الاهلي او مباراه الزمالك فمن حقه انه يقول انا عايز حكم اجنبي، او ما يقولش بكيفه. لكن ما تجيش بقى قبل الماتش باسبوعين، لا ده ما قالوش، لا ده كان لازم قبلها باسبوعين. شفنا اللي حصل الموسم اللي فات. دي الحاجه الاولانيه، ودي حاجه من الحاجات اللي مهمه جدا. نتكلم بقى على حاجه تانية من الحاجات المهمه برضو، هي عقوبات رابطه الانديه للموسم الجديد. هقراها لكم. طبعا هي فيها التلفظ بألفاظ بذيئة للحكم أو مساعديه، إيقاف 3 مباريات، وغرامة 30,000 جنيه على اللاعب، و20,000 جنيه للجهاز الفني والطبي والإداري. مش عارف ليه، غالبا علشان ما يعرفوش يربوا اللعيب يعني، ما علينا. البصق على الحكم أو مسؤول المباراة، إيقاف 15 مباراة وغرامة 200,000 بالنسبة لو اللاعب هو اللي عمل الخطأ، و100,000 لو الجهاز المعاون هو اللي عمل الخطأ. بعد كده عندك محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه بإيقاف 3 مباريات وغرامة 20,000 جنيه مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. الاعتداء بالدفع أو الجذب، طبعا دي بنشوفها كتير جدا في الدوري المصري، 4 مباريات وغرامة 50,000 جنيه مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. كلام جميل جدا وكلام رائع جدا، أتمناه يطبق بدون بقى محسوبيات، بدون ده لعيب الأهلي ما نعملش كده، وأنا راجل أهلاوي أهو بقول الكلام ده. ولا ده لعيب الزمالك ما ينفعش نعمل معاه كده، ولا ده لعيب بيراميدز فصوتهم عالي وفلوسهم كتير فما ما يتعاقبوش. المساواة في الظلم عدل، ولو من أول مرة حصلت العقوبة بدون النظر لألوان، كله هيتلم، كله هيحترم نفسه بعد كده. لكن من أول مرة ما عملناش فخلاص القانون باظ، لأن هنرجع نقول ما هو اشمعنى فلان ما اتعمل وما اتعملش معاه. قانون يبقى على الكل، هو ده اللي منجح الدنيا كلها. القانون ما بيبصش لألوان، القانون بيطبق على الكبير وعلى الصغير، على الأحمر على الأبيض على السماوي. هو ده كل اللي كنت حابب أقوله في الحلقة، وعشان ما طولش عليكم بس بفكركم ما ننساش الاشتراك في القناة وندوس على اللايك عشان يوصلنا كل جديد. أشوفكم على خير.